لو الحكاية فيها إن فيتو. هم مش ممانعين حكايه ان الاداره هتمنع حاجه زي دي، مش هتمنع حاجه زي دي. انا مستعده بقول لك الاداره عامله في نكله فصل مخصص للحالات دي. هي عندها كام سنه؟ عندها 12 سنه اللي هم دماغهم في مدرسه نكله عاملين فصل للحالات دي. يعني هي جايه لي انا المفروض اخش، يعني هي بتعد يعني السنين اللي بتمر عليها. يعني هي اختها هي رايحه ايه ثالثه اعدادي، واخوها رايح ثالثه ابتدائي. هو راح جايه لي وانا رايحه سنه. يعني هي بنفسها تقول لي انا رايحه سنه، اسكت ما اتكلمش، لان هو السبب برضو بعجزاني ان انا اوديه. يعني انا ما كنتش بودلع على ايه الامتحانات بس 3 ايام ولا 4 ايام اللي هم كانوا بتحضرهم بس. وجوني عيال من فصلها قالوا لي يا سمية ده اسمك اتندى النهارده في الايام اللي هي خلاص بقى ما عادتش بتروح تسليم، ما عادتش اتندى في الامتحانات. واتندى في حاجات تانية امتحانات سنه رابعه. مع الاستاذ اسمه يا منى، اسمه انت كلمت البنت بقى اسمه لا مع فرح الشيخ كده احنا هناخد دي كان نفسه يوديها برضه وياخدها معاه بس الاستاذ انا اللي دوت او هنروح معاه بكره. مين؟ الاستاذ نجاح؟ الاستاذ محمد حامد ماشي. نطلع مع الاداره بيها الاداره بقول لك ما منعتش النهارده، ما عرفتش. احنا لو المدرسه شغاله وقالوا ان المدير هنروح ملوش المدرسه. اي الحق ان هو يقول لها حاجه زي دي. لو المدرسه شغاله هنروح المدرسه ان شاء الله. ده نظر تافه. ماشي بتكتب. انا كتبت جميع البيانات كده ده يعني. بتنجل بس احنا هنوديها المدرسه. ولو عايزه مش عايزه توديها المدرسه احنا هندوها عندنا في المكتب عادي، هندوها كل المواد من غير اي حاجه. برضو بعد اذنكم يعني عشان خاطر هي دي عيله برضو ايه حالتها حساسه، فبتتعب من اي حد يبص لها حد. انا وشيماء ومحمد هي وافقت في المكتب مفيش. هي وافقت بس وافقت ايه ان انا ابقى قاعده عندها، ابقى قاعده عندها معانا في المكتب بتاعها عادي معانا بره المكتب، يعني قاعده معانا مستنيه. طب لا ده في حاله ايه؟ في حاله ان المدرسه ما وافقتش. يعني احنا يعني هناخد اجراءات المدرسه الاول. هي مش هتروح المدرسه. لا